السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. النهارده جيت لكم بوصفه جديده وفيديو جديد. لو انت اول مره بتشوفي قناتنا ما تنسيش الشركه فيها وتفعلي علامه الجرس وتعملي شير كتير للفيديو. شايفين بقى يا جماعه بقى الحلاوه والطعامه دي. النهارده هنعمل مع بعض دي طاجن مكرونه بشاميل، طريقه سهله وبسيطه. يلا بينا نبدا. اول حاجه سلقتها هي المكرونه، طبعا هي المكرونه اللي احنا هنعملها سن قلم معروف يعني. حطيت في الطاسه دي زيت، وكمان نزلت ببصله متقطعه كده صغير، ونزلت هنا بنص كيلو لحمه مفرومه وهشوحه. دي الحشوه بتاعتنا. على فكره ممكن تستبدلي اللحمه المفرومه بفراخ، بصدور فراخ، او كمان ممكن برضو تستبدليها بكبده وقوانص. العبي في الحشوه زي ما انت عايزه. ممكن تحطي صدق، جمبري، اللي انت عايزاه اعمليه. بديت كده ان انا احط بقى عليها جوز الطيب، وحطيت فلفل اسمر، ونزلت هنا معلقتين كبار صلصه، شوحتها اهي. شايفين بقت جوسي معايا وتحفه. يلا بينا بقى نعمل البشاميل بتاعنا. هنا حطيت 3-4 مكعبات كده زبده، نزلت زيهم بقى دقيق، شوحتهم، وبعد كده حطيت لتر حليب، وبديت ان انا اقلب وادوب مع بعضه. وبعد كده بقى ظبطته بقى من التوابل بتاعته، اللي هو فلفل اسمر وملح، وبديت كده ان انا اقلب فيه. عايزه اقول لكم ان القوام دوت مظبوط جدا. المكرونه هنا كانت اتسلقت وصفتها وشطفتها كمان. هنا هنبتدي نرص الطواجن بتاعتنا. اول حاجه بقى ان انا حطيت بقى في القعر كده بشاميل، علشان لما اجي اطلعها ما تبقاش ماسكه في الطاجن من تحت. حطيت كده المكرونه، رصيتها رص يعني، حطيها زي ما انت حابه. وبعد كده بقى حطيت اللحمه المفرومه الحشوه بتاعتنا اهي، وحطيت كمان كبشتين بشاميل، قلبت بيهم المكرونه علشان المكرونه تبقى شاربه كده من البشاميل وغرقانه. هنا برضو حطيت بشاميل على اللحمه، وبعد كده هصف بقى اخر حاجه المكرونه. شايفين اهو. هغطي بقى اخر حاجه بالبشاميل اهو. اهو هنا برضو حطيت بقى حطيت بقى جبنه موتزاريلا كتير جدا، بحبها بالجبنه الموتزاريلا وبتدي شكل حلو قوي للوش. دخلتها بقى الفرن بقى من تحت ومن فوق، كانت عاليه لان كل حاجه مستويه، بس كنت عايزاها تحمر من تحت ومن فوق. هقطع لكم منها دلوقتي عشان تشوفوا بقى الجمال والحلاوه دي اهي. عايزه اقول لكم ان انا قطعتها لكم كده بعد ما بردت شويه اهي. شايفين الجمال والحلاوه يا جماعه؟ جربوها بطريقتي ان شاء الله هتطلع مظبوطه معاكي وهتطلع جميله قوي، وطعمها بيبقى تحفه يا جماعه اهو. شايفين؟ عايزه اقول لكم ان بجد كانت خطيره، وما كانتش محتاجه اي حاجه جنبها. هي دي كانت تكفي جنبها بحبه بطاطس محمره وخلاص كده. بس كده كده اكون خلصت فيديو النهارده. يا رب اكون خفيفه كده عليكم. ما تنسونيش في لايك وشير وسبسكرايب، وانتظرونا فيديو جديد جاي في رعايه الله.